السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للفيديو اللي فات اللي نزلناه واتكلمنا على ان انت ما ينفعش تدخل ابنك في مشاكلك الاجتماعية والمادية والاقتصادية او الظروف اللي الاسرة بتمر بيها، جات لنا اسئلة كتير عليه والناس فهمت الموضوع غلط، وفي ناس فاهمة الموضوع صح لكن يعني الموضوع ما وصلش كامل. باختصار شديد احنا في الفيديو اللي فات كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ما ينفعش تقعد تحكي لابنك مشاكلك المادية. انا هجيب منين؟ انا معيش فلوس، انا مش عارف اكلكوا، احنا هنموت من الجوع، المرتب خلص، انا مش لاقي حد استلف منه، احنا معناش فلوس، انتوا هتموتوا، انتوا هتتشردوا، انا هقعدكم من التعليم. ده غلط. المشاكل المادية ما ينفعش تحكي لابنك او بنتك المشاكل الاسرية. شوف ابوكوا بيعمل ايه، ابوك الخاين، ابوك اللي بيخني، ابوك اللي بيروح مش عارف مع مين، ابوك اللي بيقعد مع مين، شوف ابوكوا بيعاملني ازاي. ونفس القصة الاب، شوفوا امكوا عاملة ازاي، شوفوا الام، شوفوا سلوك الام، امكم مش نفس القصة. المشاكل الأسرية، المشاكل الاجتماعية اللي بتحصل بقى في الشارع وفي الشغل. يعني ما ينفعش تروح لابنك الصغير تحكي له أنا المدير بتاعي بيضطهدني في الشغل، أنا هترفد من الشغل، أنا مش لاقي شغلانة كويسة، أنا عاطل عن العمل. ما ينفعش ندخل ابننا في المشاكل أو بنتنا في المشاكل الاجتماعية والسياسية والأسرية. ما ينفعش طول ما أنت قاعد في البيت تفضل تقول ده الرئيس ده مثلا وحش، ده مش عارف هيموتنا، ده هيقتلنا، ده الى. ما تنقلش لابنك صورة سلبية عن حاجة. ليه؟ لان ده هيطلع حاجة من الاتنين: لا اما شخص عدواني ناقم على المجتمع، ابويا الفقير، او ابويا اللي طلق امي، او امي الوحشة، او امي اللي سابتنا، فهيطلع ينتقم من المجتمع ويبقى شخص سلبي جدا او عدواني جدا. او يبقى شخص ضعيف، كل الدنيا بتحط عليه، كل الدنيا جاية عليه، مش قادر يتحمل مسؤولية الى اخره. ده الهدف اللي احنا قلنا ما تدخلش ابنك في مشاكل. طب جالنا سؤال تاني بيقول لك طب انا لازم اعرف الطفل الحياة فيها ايه والدنيا فيها ايه والظروف اللي بنمر بيها ايه عشان الطفل يقدر يعتمد على نفسه لما يكبر. الموضوع سهل. قصاد حاجة وحشة احكي له حاجات حلوة كتير. يعني ايوه بتقابلني مشاكل في الشغل، رغم ان انا المفروض ما احكيش لابني مشاكل في الشغل. الطفل الصغير ملوش علاقة، الطفل الصغير مش هيدرك ده. بس قلت له مشكلة في الشغل، قول له مزايا كتير، انا شغال وبقبض كذا وبجيب لك كذا، معلش مش قادر اجيب لك العجله بس جبت لك لبس وجبنا الاكل وجبنا فلوس الدرس عاوز ابنك يبقى كويس، قول له ده وقول له ده، قول له الحلو وقول له الوحش، حتى لو مفيش حلو اخترع له حاجات حلوه وقولها له. عاوز نفس ابنك يبقى كويس اكتر، ما تحكيلوش المشاكل وما تدخلوش في القصص دي كلها، لان ابنك هيمر بازمات او بنتك هتمر بازمات ومشاكل نفسيه واجتماعيه كبيره جدا لو قعدت تحكي لها المشاكل الماديه والاجتماعيه والاقتصاديه اللي انت بتمر بيها. فالافضل ان انا ما احكيش خالص، ما اشركش ابني في مشاكل، اعلمه ازاي يعتمد على نفسه، اعلمه كل حاجه كويسه، ما احطلوش في السلبيات، اوعيه، اديله مواقف اقول له هتعمل كذا عشان الغلط كذا والصح كذا، الموقف الفلاني لو وقعنا فيه هيحصل كذا ولو حلينا المشكله هيحصل كذا. ده حلو. لكن ما اقعدش ليل نهار احكي للطفل عن المشاكل الماديه والاقتصاديه وهنموت من الجوع، او ان انا اترفدت من الشغل، او ان امك ست مش كويسه، او ان ابوك شخص مش كويس الى اخره. ما ينفعش. ده توضيح للفيديو اللي فات، وان شاء الله احنا متابعين الفيديوهات بتاعتنا والفتره الجايه هننزل باقي الفيديوهات ان شاء الله.